السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعرفينا؟ معكم السلام عليكم، معكم رئيس اللجنة الوطنية والدولية لسفراء المطبخ الجزائري، الماستر شيف وردة شخار، رئيس اللجنة الوطنية. اليوم مكتب بلدية الأربعة قام بتظاهرة في بلدية براقي في مركز الثقافي، تظاهرة حراير بلادي، هو إبراز مواهب المرأة البيتوتية، المرأة الماكثة بالبيت، يعني إبراز مواهب، يعني خرجهم يعني للتلفازة، يشوفوهم الناس، يتعرفوا عليهم كونهم نشيطات. بالنسبة للعارضين هنا كيف كان قبولهم لهذا العرض؟ الحمد لله، احنا دائما عندنا اقبال، لقش اللجنه تخدم حاجه بيان توجع عندنا اقبال، ويعني هذه ماشي التظاهره الاولى، عندنا عده تظاهرات مقبله. واش تقدري تقولي لي على الناس الماكثات في البيت اللي عندهم حرف وحابين يعرضوهم في المعارض ويبينوا الموهبة؟ انا نهضر على المراه الماكثه بالبيت، هي ترويج منتوجاتها، يعني الخدمه تاعها. كاين شي ناس كانوا يخدموا ما كانوش باينين بصح، اما بالنسبه لهذو المعارض والمسابقات ناس بانت، ولينا نعرفوهم، يعرفونا، يعني نكتشفوا منا ولات عندهم خدمه. تقدري تقدمي نصيحة للناس؟ نصيحه كنصيحه، انا نقول كل مراه جزائريه فحله يعني قادره دير اكثر واكثر. السلام على أشرف المرسلين، حبيبنا ورسولنا محمد عليه الصلاة والتسليم. أهلا ومرحبا وسهلا بكم اليوم معنا في المركز الثقافي مفدي زكريا ببراقي في هذه التظاهرة والمسابقة المقامة من قبل اللجنة الوطنية والدولية لسفراء المطبخ الجزائري. أهلا ومرحبا مرة أخرى بضيوفنا الكرام، أهلا ومرحبا مرة أخرى باللجنة الوطنية والدولية لسفراء المطبخ الوطني وكذا لجنة التحكيم. كاستثنائيا نقوم بتكريم الجمعية الجزائرية للتجار والحوى المنتجة مكتب البليدة السيد بوزيد جمال. استثنائيا سيقوم بمغادرتنا لظرف آخر. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. إذن هذه التظاهرة وهذه المسابقة أبت إلا أن تكون في شهر الاستقلال المصادق ل5 جويلية تحت تأطير وتنظيم اللجنة الوطنية لسفراء المطبخ الجزائري وكذا مكتب بلدية الأربعاء ولاية البليدة. مرحبا وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أحيل الكلمة للسيدة وردة شخار رئيسة اللجنة. الكلمة لبداية هذه التظاهرة أكرر اللجنة الوطنية والدولية لسفراء المطبخ الجزائري. جبتها مليحة. مساء الخير عليكم، معكم الشيف حبيبة. رانا متواجدين اليوم في بلدية براقي في دار الثقافة في مهرجان حراير بلادي. رانا متواجدين اليوم عند الشيف وردة شخار اللي كانت نظمت هذه المسابقة، يعني مسابقة الطبخ والحلويات التقليدية وجميع الحرف. نشكر منتوجات كيسو اللي كانت دعمت التظاهرة هذه. منتوجات في القمة راهم متواجدين في المنطقة الصناعية بابا علي، ونقول لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن مجمع كيسو للأجبان، رانا حضرنا هذه التظاهرة لكي نبين المنتوجات الوطنية على المستوى الوطني، وإن شاء الله نكونوا في المستوى، ورانا إن شاء الله في خدمة الوطن وفي خدمة الشعب الجزائري، وإن شاء الله نكونوا حاضرين في كل المسابقات والمهرجانات لكي ندعموا الاقتصاد الوطني. وشكرا.